وبيقول سيو كان من الواضح إنها كانت من نصيبها ومن المصاعب، ومع ذلك كانت بتتمتع بأجمل وجه. خطيبتي امرأة تحمل اسم عائلة إيفردين، وبيفتكر أول مقابلة ما بينهم وبيسألها هل أنت خطيبتي؟ وساعتها لم يكن الغضب هو ما ظهر في صوتي، ولكن اللي ظهر هو الارتباك من خلال التطفل على أنواع الفتيات اللي كان بنجذب ليها أكتر. ولكن أنستازيا هتكون دائمة معي. لازم أنتقم من أنستازيا إيفردين بسبب عائلتها واللي عملته في عائلتي في الماضي. فردت أنستازيا وقالت له نعم أنا خطيبتك، ولكن غرائز الأمير سيو كانت بتنبهه إن كل ده خطير وإن ما ينفعش تعمل كده. بص في عينيها ليس لها أي ذنب، ولكن لما عمل ده قال رأي بنفسه وهو بيصنع وجه لم يسبق له مثيل من قبل. وسيو دون وعي فضل يبحث عن سبب لكراهيته لأنستازيا، وبيفضل يقنع نفسه إنه عند أنستازيا نفس عيون الكونت إيفردين، وعشان كده ده سبب إنه يكرهها. بكى سيو كذا مرة وقال هو ليه لازم تكون دايما الخضرة وقصده على عيونها. وبيفتكر لما قالت له أتمنى أن تموت حالا يا سيد سيو، أنا بكرهك أكتر من أي شيء في العالم ده كله. وفجأة بتقوله بحبك يا لورد سيو، وساعتها بيصحى سيو من الحلم وبيقول ده أكيد حلم، أنا كنت نائم. ولكن ده ما خلاش الأمير سيو يحس بالتحسن. والصباح ده كان عدى 2 منذ اختفاء أنستازيا إيفردين، سقوط إيفردين ووفاة سيرجي. عائلته جميعا تحتقرها أيضا ومعهاش أي أموال ولا دعم، ومع ذلك اختفت أنستازيا دون أن تترك أي أثر ليها على الإطلاق. المفروض إن 2 دول يكونوا وقت كافي ليا عشان أقدر أنساها. أنا ليه كل يوم بتزداد رغبتي ليها؟ وساعتها بيخبط عليه إيفان وبيقوله سيدي انت صاحي؟ فرد الأمير سيو وقال له إيفان لسه الوقت بدري جدا بالنسبة ليلا لإزعاجي. فقال له إيفان انت اتجاوزت ساعات الاستيقاظ المعتادة يا سيد سيو، عشان كده كنت خايف جدا من احتمال حدوث شيء لك يا سيد سيو، أرجوك سامحني. فضحك الأمير سيو بسخرية وقال ها فقط. طب رائع. يعرف إيفان عن حالة الأمير سيو الحالة أكتر من أي شخص آخر. تم اغتيال جميع حلفائه خلال 2 من ساعة حكم الإمبراطور، والأمير السابع زينون هو الناجي الوحيد. عشان كده أصبح الوريث المحدد للعرش، ولن يؤذي الأمير سيو أحد بعد الآن. ولكن أكتر من كده ما قدرش الأمير سيو إن ياخد أكبر قدر من النوم والراحة في كل مرة، وده خلاه عنده إعاقة عن القيام بأي عمل. عشان كده بدون مساعدة إيفان وغيره من الخدم، وكان من الممكن أن يكون بمثابة سقوط عائلة ريدفورد. حتى الآن بيؤتي بهذه الأكاذيب والأعذار المثيرة للشفقة، وبيسأل الأمير سيو إيفان تلك المرأة انت لقيت أنستازيا ولا لسه؟ فرد إيفان وقال في سره ليه يا سيدي انت بتتجنب
مواجهة الواقع. اليوم اللي ذكر في سيو وفاة سيرج ميرباخ، ساعتها فضل سيو ينادي على إيفان وبيكون شايل أنستازيا إيفردين، وقال له إيفان هي موتت نفسها. فرد سيو وقال له هي لسه عايشة ولكن شكلها مش قادرة تتنفس. كان إيفان يعرف سيو كويس وما كانش قريب منه، لكن دي المرة الأولى اللي شاف فيها سيو عاطفيا للدرجة دي، ويدعي سيو انه بيكره انستازيا ولكن هو عاوزها جنبه عن طريق ربطها. وتذكر إيفان ساعتها صراخ سيو عشان ينقذ أنستازيا، وكان في حالة جنون ومش قادر يفكر خالص غير فيها. إيفان كان عنده حاجات كتير عايز يقولها لكن ما قدرش. إيفان كان مشغول جدا في الأمور والخطط مع ماريا من أجل تنفيذ الخطة اللي ما بين سيو وماريا. وجه الأمير سيو أثناء نومه عشان يقوله إن خلاص حان الوقت للوفاء بوعده، وإنهم انتظروا فترة كبيرة وكافية وهما عامين. وعلى الرغم من إن كل شيء كان وفقا للخطة، فقد تخلصوا من الإمبراطور السابق في وقت مبكر جدا. الدمية الحالية أصبح الإمبراطور بفضل دعم سيو، ولذلك فقد حان دورها للوفاء بوعدها وتصبح الدوكة. ولكن سيو لسه فاكر الوعد ده، وساعتها قال إيفان في سره هو انت بتعمل كده ليه؟ لازم تخرج يا سيو. وساعتها سيو قال له إيفان انت بتعتذر ليا دايما بدون اي سبب. وساعتها قال له إيفان اخشى اني مش قادر اقول اي حاجة عن ذلك يا سيدي. وساعتها قال له سيو شكلك مش بتدور على أنستازيا بعمق ولا جدية، لانك بتكرهها من البداية يا إيفان. ورد إيفان سيدي. فقال له سيو إيفان انت ما عندكش اي فكرة عن عدد المرات اللي حاربت فيها نفسي عشان ما موتش كيلانا بيدي كل يوم. انت عملت ايه وليه؟ وساعتها مسك العقد بتاع أنستازيا وفضل يبص عليه. وساعتها إيفان قال في سره ده مش الوقت المناسب عشان اتكلم عن ماريا. وبعدها إيفان دخل على سيو الغرفة وقال له سيدي. وقال سيو إيفان ايه اللي في ايدك ده؟ فقال له إيفان احنا صحيح ملقيناش تلك المرأة، رغم ذلك لقينا شيء ممكن يخلينا نوصل ليها. لقينا اكسسواراتها اللي كانت لابساها عند تاجر وتم بيعها. وساعتها ابتسم سيو وقال حقا؟ فقال له إيفان نعم، واتأكدنا من إنها هي من خلال مقارنة أمر الشراء، إنها بالتأكيد هي يا سيدي. وسألوا سيو لقيتها فين الإكسسوارات دي؟ فقال له إيفان في دولتيل على الجانب الشرقي. وقال ساعتها سيو في سره الجانب الشرقي دي منطقة مفيهاش اي اتصالات خالص، هل يستحق الثقة؟ لا حتى الآن. فقال سيو اتصل بالناس اللي اتداولوا معاها واعرف الموقع الدقيق لشرائهم ايضا، ولا اقولك لا تهتم ما قلت لك، انا هروح بنفسي لهناك. يا ترى ايه رد فعل إيفان؟ وهل يمنع الامير سيو انه يروح لوحده؟ وكمان يا ترى هل الامير سيو هيلاقي أنستازيا بالسهولة دي؟ وده هنشوفه في الحلقات الجاية. وبكده يكون انتهى الفصل.
ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.